شكرا يا زمالك والله العظيم. متعودة دايما ان الاهلي يحصل تعثر، يزيتوا في الفرحة، يزيتوا في الشماتة في الاهلي، يتلبوا في الماتش اللي بعده. وده اللي حصل اهو. هزيمة النهارده الزمالك من وادي دجلة، برفضه ان يركب الدوري، انه يكون اول الدوري. دلوقتي المصري اول الدوري. بقى الفرق ما بين الزمالك وبيراميدز والاهلي، الزمالك وبيراميدز بقى متعادلين كده، كل واحد فيهم متعادل مباراة خسران مباراة. والفرق ما بينهم وبين الاهلي متأخر بنقطتين عشان هو تعادل مباراة زيادة عنهم. الاهلي تعادل مباراتين وخسر مباراة. الدوري كده الزمالك بيرفض ان هو ينفرد، بيرفض انه يفرح جماهيره، كانه بيقول للاهلي انا بحبك قوي يا اهلي، ما ينفعش انت تزعل، لازم افرحك تاني يوم. بجد شكرا يا زمالك. حاجه كده يعني ايه، مفيش بعدها. الواحد على قد ما كان زعلان جدا من الاهلي امبارح، الزمالك لازم يفرحه تاني يوم. متشكرين يا عمنا. كده ده المصري الاول، ومصري السنه دي الحصان الاسود زي ما قلت في بعد تاني مباراه، لان ماشي بخطى ثابته. كسب النهارده 3-0. فريق حلو، فريق منظم. ومباراة الزمالك يعني وادي دجلة عمل مباراة على نادي الزمالك كبيرة قوي 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 قوي، وكان ممكن تخرج 3 و4. يعني هزيمة 2-1 مع الرأفة، مع العلم ان الزمالك ما لعبش الا كورة واحدة ضغط. يعني هو ضغط غلط، المدافع جاب جول، ما شفناش الزمالك بعديها. ولا بقى جيكو بنزا ولا الفينا. الفينا بيقاوح بس ما عملش اي حاجة النهارده. على العموم كده الاهلي لازم يفوق. فرصة جات له من ذهب ان يقدر يرجع. ومبسوط ان زيزو وامام عاشور اعتذروا للجماهير، حاسين بالمسؤولية، دي حاجة كويسة. في كلام في إدارة الأهلي إن عماد النحاس هو اللي يمسك. ماشي مؤقتا. عماد النحاس عمل معاك مباريات، آخر من مباريات الموسم السنة اللي فاتت، وهو اللي خد الدوري. بس ما اعرفش إذا كان ينفع مع النجوم ولا لا. عايزين ومحتاجين مدرب تقيل، مدرب ليه شخصية، مدرب يظبط الدنيا. ونفكنا بقى من حتة تريزيجيه يمين ولا بن شرقي يمين، مفيش منهم يلعب يمين خالص. الاتنين واحد شمال وواحد احتياطي، يبقى قوة ضربة ليك، وزيزو يمين. يا رب المدرب اللي يجي يفهم النقطة دي كويس قوي، لان تريزيجيه وبن شرقي الاتنين بيلعبوا شمال، وميزتهم في الوينج الشمال. على العموم فرق شاسع ما بين امبارح والنهارده، والفضل يرجع لنادي الزمالك. متشكرين يا عمنا.